ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على واحده من اكتر الاصابات اللي الناس بتشتكي منها، وهي اصابه الغضروف بين الفقره الرابعه والخامسه. اصابه مش سهله وممكن تقلب حياه اي حد، بس لو فهمتها صح هتعرف تتعامل معاها وتخف باذن الله. الغضروف هو جزء طري زي المخده موجود بين كل فقرتين، وظيفته انه يمتص الصدمات ويسمح للعمود الفقري انه يتحرك بسهوله. لما يحصل انزلاق غضروفي او ضغط على العصب في المنطقه دي يبدا الشخص يحس بالم في اسفل الظهر، ساعات بيمتد للرجل كلها. طب تفتكر ليه ده اكتر مكان بيتصاب؟ الفقرتين دول بالذات عليهم اكبر حمل في الجسم، لانه بيشيل وزن الجزء العلوي كله واكتر مكان بيتحرك في الجسم. علشان كده اي حاجه غلط في الجيم زي الشيل غلط او القعده غلط او الاجهاد الزياده بتروح مأثره على الغضروف ده. واشهر الاسباب اللي بتعمل الاصابه دي او انك بتقعد كتير لفترات طويله او بتثبت وضع العمود الفقري لفتره طويله، وممكن يرجع لضعف عضلات الكور والبطن وقله المرونه وعدم تفعيل عضلات الجلوتس بطريقه صح، او ان العضلات الخلفيه في الرجل مش بتعمل وظيفتها كامله. كل ده بيعمل ضغط على الغضروف، ولما بتزود الحمل بيحصل الاصابه. نيجي للاعراض اللي بتحصل للناس. معظم الناس بتشتكي من نفس الكلام. رقم واحد الم في اسفل الظهر او وجع نازل لغايه اسفل الرجل، تنميل او كهرباء وصعوبه في تني العمود الفقري، وساعات الالم ده بيزيد مع العطس او الكحه. لو لقيت الاعراض دي بنسبه كبيره المشكله في الفقره الرابعه للخامسه. وزي اي اصابه التشخيص الصح هو اهم حاجه، فالدكتور بيطلب منك MRI علشان يشوف درجه الانزلاق، ومش كل انزلاق يعني عمليه، في درجات بسيطه ومتوسطه بتخف من غير اي حاجه. ونيجي للعلاج، واول مرحله هي السيطره على الالم، وانك تاخد مضادات التهاب، وطبعا ده بوصفه من الدكتور، والراحه النسبيه من 3 ل 5 ايام، ويمكن اكتر. كميات ميه دافيه على اسفل الظهر وممكن تلج على حسب المرحله اللي انت فيها. بعد ما الالم يهدى بنيجي لاهم مرحله وهي التاهيل والعلاج الطبيعي، وهو ده فعلا اللي بيحسن الوضع. المهم انك تهتم بتمارين معينه زي تمارين تقويه الكور زي البلانك، ممكن يبقى اقل صعوبه على حسب مرحله الالم، تمارين لتفعيل الجلوتس والعضلات الخلفيه، وطبعا ما ننساش الاسترتشات لكل الجسم وبالذات العضلات الخلفيه. والاسترتش اللي هقول لك عليه دلوقتي هو يعتبر سحر في علاج اسفل الظهر. واخر حاجه تمارين تثبيت الحوض، ومش مجرد ان الالم يروح تبطل الاسترتشات، بالعكس الاستمراريه هي مفتاح ان انت تخف. طب امتى فعلا تحتاج العمليه؟ العمليه بتكون اخر حل لما الالم يكون مش محتمل ومش بيخف، وتكون في حاله متاخره. غير كده 90% بيخفوا من غير جراحه. نصايح للناس اللي عندهم الم اسفل الظهر: حاول ما تقعدش ساعات طويله، وبالكتير كل نص ساعه حاول تغير وضع العمود الفقري. ولو مش قادر توقف تمرين لازم تلعب باوزان مناسبه وتكون خفيفه. واهتم بتمارين الاسترتشات، ولما تيجي تنام نام على مرتبه ناشفه شويه مش طريه، وما تركزش قوي وحاول تتعايش مع الالم، بس خد بالك شويه من حركاتك وما تعملش حركه مفاجاه. من الاخر ما تخلوش الموضوع يكون وسواس. ولو انت بتعاني من مشكله معينه احكي لي في التعليقات عشان اعمل لك فيديو مخصوص واحاول اساعدك. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.